عادل امام، الزعيم عادل امام. عادل امام تلميذي البكر. الله. طب نفتكر كده اول ما شفت عادل امام، يعني احنا شفنا اول ما نجيب الريحاني شافك وقال التلميذ، اول فرصه بقى انت اديتها لعادل امام. كان في انا وهو وهي. ايوه. جه يشتغل معايا دسوقي بيه. ايوه. اللي هو السكرتير بتاع المحامي. ايوه. واشتغل، وكنت بعدل له حاجات. ايوه. كنت بعدل له حاجات وهو يعدل حاجات وانا اعدل حاجات لغايه ما. بس انت استشرفت كده المستقبل واستشفيت ان هذه موهبه كوميديه كبيره، حسيت منه. طبعا. ايوه. لان اتعرض علينا واحد من كام؟ من اظن من 20 واحد. عرضوا عشان يشتغلوا في الدور. ايوه. انما احنا نقينا عادل امام. ايوه. او انا نقيت عادل امام بالذات يعني. أيوة. وشفت انه هينجح. ايوه. وبعدين بدأ يشتغل. ايوه. وبدأ يشتغل ويشتغل ويكون نفسه ويكون نفسه ويكون نفسه لغايه لما بقى ستار. عمل معاك مسرحيتين عمل معايا أفلام. حالة حب. ايوه. وعمل معايا حالة حب، اديته دور اكبر شويه. أيوة. كان دور اكبر شويه وعمل معايا كمان انا فين وانت فين. ايوه. ايوه. في دور من الموظفين اللي كانوا موجودين في الشركه. هو اشتغل معاهم بس كويس. ايه اجمل صفاته ككوميديان؟ انه ذكي. المذاكره. ذكي. أيوة. وبيفهم. وبيعرف ده كويس ولا وحش ولا ايه. لا هو جاهزه بره يا استاذ. انت ما جبتهاش ليه؟ بره الفراش نزل من غير اذن. طب ما تجيبها انت يا استاذ بسوق. لا والله بقى ده مش مركزي. مركزك؟ حقاو على رأي المثل اقرع ونزل. ايه ده؟ ايه الشهاده دي اهو؟ طيب يلا هات. بلد بتاعت شهادات. ابنك البكر بيقول لما تقعد مع الاستاذ العظيم فؤاد المهندس لا تتمالك نفسك من الضحك، وانه يتمنى انك تعود لنا تاني. يا ريت لو في قالب كويس ارجع تاني. تمثل مع عادل امام في مسرحيه واحده او فيلم واحد؟ قوي يا استاذ عادل، احنا خدنا موافقه الاستاذ، يلا عايزين نشوف القمم الكوميديه مع بعض. ده شيء